السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين يعني ايه، يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبهنا. ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو جميل، او هنعمل بسكوت جوز الهند بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طبعا احنا داخلين يعني الايام اللي احنا فيها دي ايام شتاء، فالحاجات دي بتبقى حلوة قوي بالليل بالنهار كده، تاكلها مع شاي مع نسكافيه بتبقى جميلة قوي. هنعمل ان شاء الله بسكوت جوز الهند بطريقة سهلة جدا وبسيطة. بجد يا جماعة البسكوت طعمه جميل جدا، يعني انا مستغربة ليه مش كنت بعمله يعني. فبصراحة لما عملته جميل قوي، وطعمه خفيف وحلو وناعم وجميل، يعني مش عايزة اقول لكم ما شاء الله، والله طعمه حلو جدا جدا، يا ريت تجربوه. وسهل جدا، يعني يعني نص ساعة بالظبط كنت عاملة البسكوت وجاهز للأكل يعني. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وأحلى حاجة تفطري بيها، أحلى حاجة تتعشي بيها، جميل جدا يعني، وحلو أوي للأولاد برضو. تعالوا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض، ونشوف المقادير بتاعتنا ايه. معايا هنا كوباية زيت، كوباية من الزيت، واحط عليها كوباية من السمنة. المقادير بالراحة معانا ايه، كوباية زيت وكوباية من السمنة. هضربها حلو بالمضرب اللي معايا اهو، سيليكون بايدي، مش هحتاج اي مضرب تاني. هفك بس السمنة لازم تكون يعني ايه عادية، بدرجة المطبخ. هقلب الزيت مع السمن حلو، واحط كوباية السكر بودرة، معايا كوباية سكر بودرة، بقلبها حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. اما تقرب بقى تبيض معايا، بحط معلقة من لبن البودرة، 4 معالق من النشا، وبقلبها حلو جدا، وكوباية من جوز الهند، وبحط نص معلقة او معلقة صغيرة من بيكنج باودر، مش عايزاه ينفش قوي ومش عايزاه يرفع قوي. يبقى انا حطيت هنا كوباية من جوز الهند، 4 معالق نشا، معلقتين من لبن البودرة، بيخلي شكل البسكوت حلو جدا. وهبدأ اقلب الدقيق معايا هنا الدقيق معايا 4 كوبايات من الدقيق. هبدأ احط شوية شوية، وبعدين هقلبهم مرة واحدة. مقادير سهلة جدا وبسيطة، وحطيت رشة من الملح، طبعا نسيت اوريها لكم، رشة صغيرة جدا. وبقلب البسكوت معايا، مقاديره مش محتاجة اي حاجة، بالظبط معايا يعني، ولا الدقيق كتير ولا الدقيق قليل، لا. فانتي برضو حطي الدقيق بتاعك شوية شوية عشان تتأكدي ان هو هيطلع مظبوط. يبقى انا كان معايا 4 كوبايات من الدقيق، كوباية زيت، كوباية من السمنة او الزبدة لو عايزة تحطي برضو مفيش مشكلة. معايا كوباية من سكر البودرة، كوباية من جوز الهند، ده كله حطيته على بعضه. معايا 4 كوبايات نشا، وكوباية و4 معالق نشا معلش. ومعايا تاني ايه تاني حطيناه، وكوباية ومعلقتين اللبن البودرة. وببدأ اقلب كل المقادير بتاعتي معايا، ونص طبعا المعلقة البيكنج باودر. كده بختبر العجينة اهي، بصوا كده عملت معايا البسكوتة، سهلة جدا وبسيطة وحلوة وهشة يعني مش عايز والله، بجد يا جماعة البسكوت حلو جدا. باخد بقى قطعة كده من البسكوت، بعملها على ايدي. معايا هنا جوز الهند وسكر من اللي هو السكر العادي اللي هو بتاع البيت. بحط البسكوتة مرة في جوز الهند ومرة في السكر، وبحطها، بتدي شكل حلو جدا، وما شاء الله والله يا جماعة جميلة يعني. بس بعتذر التصوير مش جايب جوز الهند، فانا حاطة شوية من جوز الهند في طبق، بحطها كده على الوش، وبحط السكر بعد كده. مرة تحطي سكر، ومرة تحطي تقلبي بس البسكوتة كده، وتروحي حاطة عليها السكر وجوز الهند، بيبقى شكلها جميل جدا. هعمل بقى الكمية كلها، اوريكم بس كام واحدة كده. بتعملي الحجم اللي انت عايزاه، لو عايزة تعملي اصغر من كده بتعملي، هو بيبقى شكله حلو وطعمه جميل يعني. بحط الوش على جوز الهند، ومرة الوش التاني على السكر، بتدي قرمشة وطعم حلو جدا والله يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده الشكل بيبقى جميل قوي
والسكر مع جوز الهند على الوش كده بيدوا طعم حلو جدا يعني. زي ما انتوا شايفين كده العجينة معايا حلوة جدا وسهلة وما خدتش مني وقت كتير. عجنتها مفيش 10 دقايق وبسيبها ترتاح بس كمان 10 دقايق وابدأ اعمل على طول. يعني كل الحكاية جاهز، يعني اي حد يجيلك ضيف اي حاجة ممكن تعمليه مفيش نص ساعة يعني. سهل جدا وحاجة كويسة يعني. هعمل بقى الكمية كلها واوريكم الشكل بعد ما يخلص. بصوا هنا كده خلاص عملت الكمية كلها، جت معايا صاج كبير وصاج صغير. عملت كمية حلوة اوي، ال4 كوبايات دي عملوا كمية حلوة. عملوا صاج كبير كده وصاج من تاني اللي هو الصغير شوية. هبدأ بقى احطه في الفرن. الفرن طبعا ما بياخدش 10 دقايق في الفرن، خلي بالكوا يعني ان البسكوت على طول بيبقى مفيش 10 دقايق في الفرن بالظبط بيبقى ما شاء الله استوى يعني. بصوا هنا الشكل ده لما طلعته بسيبه خالص لما يبرد على الصاج وبعد كده بشيله، ما تشيليش وهو سخن. ما شاء الله بقى، بصوا الشكل عامل ازاي. والله يا جماعة طعمه جميل جدا، انا عايزاكم تجربوه بس وتقولوا لي ايه رأيكم. بجد حلو جدا وجميل كده، وتحبي تاكليه حاجة ايه مسكرة وحاجة حلوة يعني. عملنا البسكوت بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب يعجبكم. لو عجبكم بقى نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد احنا بنعمله. ويا رب اللي عنده افكار تانية او عنده حاجة عايز اني اعملها يقولي في التعليقات وانا اعملها حاضر من عيني. عملنا طريقة البسكوت بطريقة سهلة ومفيش اسهل من كده، وعايزاكم تجربوه. يا ريت تجربوه وتقولي لي ايه النتيجة، لانه بجد حلو جدا وخفيف جدا وسهل جدا كمان. ان شاء الله هنعمل حاجات تانية كتير، انتظرونا. انتظري كل جديد احنا بنعمله. وان شاء الله يا رب الحاجات اللي احنا بنعملها تكون سهلة وبسيطة، وعايزة منكم دعم وتفعيل بقى الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله كده. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، انتظروني. هنعمل بسكوت وهنعمل حاجات تانية حلوة جدا ان شاء الله بإذن الله. طبعا بوريكم الهشاشة بتاع البسكوتة والرقة بتاع البسكوت اللي احنا عملناه. بجد يا جماعة بسكوت حلو جدا عجبني، انا عملته تاني بعدها يعني. صورت الفيديو ده وبعدها بأسبوع كده عملته تاني يعني. ما شاء الله كان حلو يعني. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، انتظروني واشوفكم على خير. ويا رب الفيديوهات اللي انا بعملها تفيدكم وتبقى كويسة. ودايما يا رب تبقوا معانا كده موجودين وداعمين لينا وحاضرين على طول ان شاء الله مع بعض بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله يعني نبقى مع بعض دايما. عايزة بس دعمكم ليا ان احنا نكمل مع بعض بإذن الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.